السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة يوميات أمين يوسف. كنتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم في أحسن الأحوال إن شاء الله بإذن الله. كيف ما كتشوفوا معايا اليوم إن شاء الله بإذن الله غادي نقدم لكم سلو. سلو اللي بواحد القوام اللي عندي معتمد وتقريبا ما كنغيروش بزاف. هذا هي القوام اللي غادي نقدم لكم إن شاء الله بإذن الله، معتمدة عندي بزاف، يعني في المناسبات كنديرها حتى في الأسبوع، يعني حتى نعتمد على هذا القوام هذا. بالنسبة لطريقة التصوير سمحوا لي بزاف بزاف لأن جودة التصوير شوية ناقصة بحكم التليفون، كاميرا التليفون. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. كيف ما كتشوفوا فاسلو كيجي عاقد وكيجي معلق. كتخدموا به كيف ما بغيتوا يعني ديروا هكا على شكل شي قالب وتحطوه، يعني بريستيج. بغيتوا انكم يعني غير تحطوه هكا مفرتت شويه فكيجي هكاك زوين. المهم اول حاجه كنديرها هي كنحمر اللوز بالقشور ديالو. من بعد بطبيعه الحال من بعد ما راني حمرت الدقيق، كنحمر اللوز حتى هو بالقشور ديالو. انا ما كنسلقش اللوز وكنقليه، لا، باش كنخلي تنستافد من ديك الفوائد ديال هاد الفواكه كامله الجافه ديال اللوز ديال الكاوكاو. كيف ما شفتوا معايا كنحمرو كيجي على الطريقه هكا، وكنحمر كاوكاو حتى هويا. هنا ما كنحمرش كاوكاو بزاف. بالنسبه حتى للزجلان، غير كنسخنوا الزلجلان، يعني ما كنحمروش بزاف لان انا بغيت نحافظ على ديك الفوائد اللي كاينه في داك الزلجلان وداك الزيوت ديالو، لان ملي كتحمروه بزاف فكتفقدوا داك الفوائد ديالو. فانا كيف قلت لكم يعني غير غسلته من قبل وسخنته في الفران حتى حصلت على واحد القرمشه صافي، وبديت كنطحن فيه. غادي هاد المكونات كامله فغادي نطحن تقريبا الثلث ديال هاد المكونات، فغادي نطحنوا مزيان، يعني غادي نطحنوا بحال الدقيق. والثلث الثاني والنص الثاني يعني نصف ديالهم اقسموا على ثلاثه، ثلاثه الاطراف. فالاول غادي نطحنوا مزيان، والاول غادي والثاني غادي غير نهرمشوا، والثالث غادي نهرمشوا شويه غليظ، غادي نخليه شويه غليظ باش يبقى باين ليا. كما شفتوا هنا راني طحنت كاوكاو، وهنا انا راني تعمدت انني انا اللي ما بغيتش نحمر كاوكاو بزاف. فهو طيب ماشي ما طيبش، ولكن ما بغيتش داك اللون الاحمر ديالو. هذا اللوز كيف ما كتشوفوا معايا كيجي على هذا الشكل هكا. كيف قلت لكم راني طحنت الثلث ديالو مزيان، والثلث الثاني فغير هرمشته شويه، والثالث فهرمشته غير شويه صافي. هنا الزلجلان هذا اللي طحنته، هذا طحنته، وهذا خليته هنايا غادي نخليه هكا صين. بالنسبه للمقادير فغادي نعطيكم المقادير اللي انا درت. فانا درت 2 كيلو ونصف، عفوا، درت 2 كيلو ونصف ديال الدقيق، ودرت 2 كيلو لاروب ديال الزجلان، ودرت كيلو ديال اللوز وكيلو ديال الكاوكاو، وغادي ندير معلقه ديال النافع، ومعلقه ديال حبه حلاوه، وواحد المعلقه ديال القرفه، وغادي ندير معلقه ديال تقريبا ديك المسكه الحره، ديك ساشيه اولا كتباع في واحد القريعات. درت داك القريعه فطحنتها في واحد المعلقه ديال السكر كلاصي. درتها وطحنتها في الطحانه حتى طحنت لي مزيان وغربلتها. هنا عندي بالنسبه غادي نضيف عليه زيت الزيتون باش غادي نخلطو، باش غادي نجمع الخليط ديالي. عندي سكر كلاصي تقريبا غادي ياخذ لي انا هذا القوام اللي عندي، على حسب الذوق كيبقى. فما غاديش انا نوصل، يعني تقريبا عندي زلافه ما غاديش نوصل يعني 500 غرام. انا ما كنبغيش الحلاوه بزاف. بالنسبه للدقيق هو هذا اللي حمرت، كيف قلت لكم عندي هنا حمرته وغربلته. عندي 2 كيلو ونصف ديال الدقيق، واللي بغى يزيد واحد نص كيلو ديال الدقيق راه يقدر يزيد نص كيلو ديال الدقيق. مع انني انا راني حمرت 3 كيلو، يعني يلا كتخرج لي واحد 2 كيلو ونص وشويه. فغادي نضيف عليها النواشف كامله، غادي نضيفها كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه كلها. غادي نضيف النواشف، غادي نزيد داك الزلجله اللي خليت حتى هو صين. فالنواشف كامله غادي نضيفها، وغادي نحاول انني ندخل هاد المكونات في بعضها، لان هاد العمليه ديال سلو، فالعمليه ديال التخلاط اهم حاجه هو انكم ملي تكونوا كتخلطوا في سلو فتدخلوا داك القوام في بعضها مزيان، خاصها تدخل في بعضياتها، خاصها ديك القوام ديال داك الفواكه الجافه فتخلط لينا مع الدقيق مزيان. هنا غادي نضيف المسكه حتى هي، والسكر حتى هو غادي نغربلو كيف ما كتشوفوا. بالنسبه بغيت نقول لكم بالنسبه ان كاين بزاف ديال الناس كيشوفوني انني درت سلو بزيت الزيتون، كيتفاجئوا كيقولوا لي لا غادي يخسر، ما كيعجبناش، ولكن ملي كيذوقوه فكيجيهم زوين. بالنسبه لزيت الزيتون فهو قد ما طال سلو قد ما طول عندنا وقد ما هو كيزيد يزيان. انا بالنسبه لي ملي كنصيب سلو فما كنحطوش في الاسبوع الاول، فكنخليه تقريبا واحد الاسبوع عاد كنبداو ناكلو منه.
هي كيتكال ماشي ما كيتكالش، ولكن من الاحسن واحد الاسبوع واحد 3 ايام 4 ايام عاد كنبدا نحطو، لان داك الساعات المذاق ديالو كيولي روعه. ما كنديرش فيه إلان، لان إلان ما كيخليش السلو انه يطول مده طويله. ولكن هو زوين بزاف بالنسبه للعظام، زوين يعني بالنسبه للمفاصل. ولكن انا ما كنديروش لان ما كيخليش ليا السلو كيطول مده طويله. الا بغيت نديرو فكنعزل ليه واحد شويه، داك الشويه داك القياس اللي غادي ناكل في ديك 15 يوم يعني الاولى. بالنسبه هنا كيفاش ما شفتوا انا ضفت زيت الزيتون، فبالنسبه لزيت الزيتون فما غاديش يكون واحد القياس محدد، لانكم على حسب القوام كيف بغيتوها، واش بغيتو يجي ناشف شويه، واش بغيتو يجي معلك مزيان، نتوما وكيفاش بغيتوه. انا ضفت هنايا هاد الكاس هذا، وغادي نحاول غادي نخلط مزيان كيف ما شفتوا معايا راني خلطت النواشف هما الاولين. ودابا عاد ضفت ليه زيت الزيتون. واللي بغى يضيف كذلك اضافه يعني العسل، اللي ما بغاش يضيف السكر وبغى يضيف العسل فيقدر يضيف العسل، ولكن يكون العسل يعني طبيعي مع زيت الزيتون، فتا هو كيجي رائع بزاف. رغم ان ما نكذبش لكم، لان حتى العسل تا هو ما كيخليش يطول واحد المده اللي هي طويله بزاف. بالنسبه لي انا زيت الزيتون هو اللي كيخلي سلو يطول مده، يعني واخا يبقى عندك فما كيخسر ما كيضيع ما كتوقع عليه حتى شي حاجه ما كتوقع عليه. بالنسبه للناس اللي كيبغيو يديروا قوام غير شويه، فنقدر انا نعطيكم القوام غير شويه. يعني مثلا الانسان ما كيبغيش يدير هذه الكميه هذه كثيره هكذا، تقدروا ديروا يعني كيلو ديال الدقيق، ديروا كيلو ديال الدقيق، ديروا معاه نص كيلو ديال الكاوكاو، وديروا معاه ربعه ديال اللوز، وديروا معاه تقريبا كيلو ديال الزنجلان اولا نص كيلو ديال الزنجلان. ديروا نص كيلو ديال الزنجلان، وديروا نص كيلو ديال الكاوكاو اولا غير ربعه، وديروا نص كيلو ربعه ديال اللوز، وديروا معها كيلو ديال الدقيق. فحتى هذا القوام هذا فكيجي رائع. وكديروا غير شويه ديال السكر كلاصي، ما كديروش بزاف، شويه ديال المسكه الحاره، شويه ديال القرفه ضروري. كديروا شويه ديال تقريبا معلقه صغيره ديال حبه حلاوه، ومعلقه صغيره ديال النافع. فراه كيجي رائع رائع بزاف بزاف. بالنسبه اللي كيبغي يزيد فيه زريعه الكتان فحتى هي كتجي غزاله في سلو، كتجي فيه غزاله. انا درت لكم القوام ديالي، ولكن كافكار كنعطيهم لكم، لان سلو صراحه قد ما نوعتي فيه ودخلتي فيه هادشي اللي هو مفيد للجسم ديالنا فكيجي رائع. لان زريعه الكتان حتى هي رائعه بزاف، فيها فوائد بزاف. كيف ما شفتوا هذا هو القوام ديال السلو، كيجي على هذا الشكل هكا، كيجي معلك، وخدمته غير بيدي يعني ما كاينه حتى شي حاجه، كيجي معلك. الا بغيتو يعني مثلا تحطوه هكذا مجموع فكتقدروا يعني ديروه في شي مول او شي حاجه باش كتقدموها كبريستيج. وفي نفس الوقت كاين اللي كيبغي ياكل غير يعني هكا، كيتحط غير هكا يعني في الطبيسيل هكا مفرتت عادي، حتى هو كيجي زوين، يعني ماشي ناشف وماشي فازك بزاف. كنتمنى لا فيديو ديالي ينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بواحد جيم، وما تبخلوش عليا بلايك الى عجبكم لا فيديو ديالي. وكنتمنى ان شاء الله كنضرب لكم موعد مع لا فيديو ان شاء الله باذن الله. الا بقينا بالحياه فان شاء الله غادي نقدم لكم بليغات اللي كيجيو رائعين ومعتمدين عندي كذلك، حتى هما كنديرهم كل سنه. ديجا راهم عندي في القناه، وغادي نعاود نقدمهم لكم ان شاء الله باذن الله الا بغى الله سبحانه وتعالى. المهم خليتكم على خير. هذا هو لا فيديو ديالي، وما تنسونيش من الدعم، وما تنسونيش من التعاليق ديالكم الزوينين، وسمحوا لي بزاف 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 على جوده التصوير. مع السلامه، الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله باذن الله.